السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم أيمن تي آن. إذن أسعد الشرعي الناشط الصحفي اليمني الكبير والمعروف جدا في لدى المغاربة، يعني يلتقط صور في مدينة فاس، يعني يزور مدينة فاس ويتجول فيها ليلا دون حماية. يعني معروفة مدينة فاس فيها الأمن والأمان. كما تشوفوا قدامكم هذه الصورة التقطت من بين أسعد الشرعي ومحب له. كذلك أسعد الشرعي يعني تعجب ياسر يعني وحب ياسر مدينة فاس، مدينة جميلة جدا، مدينة رائعة وأكثر من رائعة، يعني مدينة سياحية. كذلك أن مدينة فاس هي مدينة فيها تراث المغربي وفيها الثقافة والحضارة المغربية. مدينة جميلة جدا. جاء أسعد الشرعي ومعه منار السلامي. كذلك قال أسعد الشرعي وجه رسالة من خلال البث المباشر في مدينة فاس، وقال يعني يعطي رسالة للجزائريين الأحرار. الجزائريين الأحرار كما نقصد بهم هم غير التبونيين حسب كلامه هو، خاطر فما جزائري تبوني فما جزائري غير تبوني، يعني جزائري حر يحب المغرب يستعرض بالصحراء المغربية، هذاك هو الجزائري الحر. أما الجزائري التبوني فهو ماشي بعقلية الرئيس متاعه اللي هو عبد المجيد تبون. كما نعرف كل عقلية عبد المجيد تبون عقلية تخرف ياسر، يعني عقلية خايبة ياسر. كما نقول نحن أسعد الشرعي يعني يحب تويك المغرب، تويك أصبح مغربيا بأتم معنى الكلمة. كذلك حبيت نقول اللي أسعد الشرعي باش يزور جميع المناطق المغربية، ومن بينها فاس ومن بينها أفران ووجدة. كذلك سوف يعمل جولة كبيرة وكبيرة جدا في المغرب. بيمشي يزور الصحراء، وزار الصحراء، زار العيون، زار الداخلة، زار أكادير، باش يزور زار مراكش. يعني في زيارة. كذلك سوف يزور المدينة الكبيرة والغنية عن التعريف كازابلانكا الدار البيضاء. كذلك قالوا عبر عن رغبته أنه يحب يبقى في المغرب، وأنه بلاد المغرب بلد جميل جدا بأتم معنى الكلمة، طبيعيا وحضاريا وثقافيا ومعماريا. بلد له تراث، وبلد يعني غني عن التعريف، بلد غني بالموارد الثقافية والحضارية والتراثية. لأنه كما نعرفوا الشعب المغربي كله شعب محافظ على الآثار متاعه، محافظ على الثقافة متاعه، محافظ على الديانة متاعه، ومحافظ على الغيرة متاعه ولوطنه. الشعب المغربي شعب جميل جدا حسب كلام حكيم نقول نحن، حسب كلام أسعد الشرعي وحسب كلام أغلبية الناس الكل. إني أسعد الشرعي يتفق معي في الموضوع هذايا، اللي الشعب المغربي شعب جميل جدا وشعب مضياف. كما تشوفوا هذه صور يعني قدامكم، أسعد الشرعي يلتقط صور أمام في الشعب المغربي، يعني مع الشعب المغربي. وكذلك أسعد الشرعي قاعد بشوية بشوية يحب ياخذ الجنسية المغربية، ولما لا؟ لما لا؟ أسعد الشرعي يعني يطالب، نتمنى منه يعني شخصيا أنه يطالب بالجنسية المغربية، ويكون شرف لي هو أنه ياخذ الجنسية المغربية اللي هي جنسية نفتخر بها جميعا، وهي الفخر الجميع لأي مواطن مغربي. كذلك حبيت نقول اللي أسعد الشرعي آه، قال في رسالة بتاعه، وجه رسالة للجزائريين الأحرار. قال اللي يعني أستغرب من بعض المغاربة اللي ديما يقولوا لي اللي إحنا والجزائر خوا خوا، لكن سياسة تبون وسياسة التبونيين وهم الجزائريين التابعين لتبون كما نقولوا نحن، هم اللي خلوا نار الفتنة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. المواطن الجزائري ما يكون خونا إلا ما يستعرف بمغربية الصحراء. كذلك يكون سند لينا في وقت الأزمات. لازم الجزائر تكون سند للمغرب في وقت الأزمات، ولازم كذلك المغرب تكون سند للجزائر في وقت الأزمة متاعها. هذا ما هم الخاوة خاوة. أما فما ما بعض الجزائريين لا أراك الله مكروه، يعني يكرهون المغرب ويحقدون على المغرب ويحسدون المغرب. وكما قلنا يعني قبل اللي فما برشا أشخاص تبونيين بين قوسين كراغلة ديما يسبوا في المغرب ويهينوا في المغرب، لكن هذايا احنا ديما نرفضوه ديما نرفضوه ديما نرفضوه. ولكن ديما أسعد الشرعي يحب يبين وجه الإيجابي، يحب يكون إيجابي يعني في جميع المواضيع، خاصة موضوع الصراع المغربي الجزائري. كذلك قال لي المغاربة يحبوا الجزائريين، الشعب الجزائري يعني الشعب المغربي شعب ضياف وشعب يعني جميل جدا. يعني جرب انت تمشي المغرب سوف يستقبلونك استقبال حار. يعني يعني الشعب المغربي شعب مضياف، شعب جميل جدا، شعب حر،
مدينة فاس مدينة جميلة جدا وغنية على التعريف. هي يعني من أفضل المدن. هي كانت في السابق أقوى وأفضل مدينة صناعية. كانت أقوى مدينة صناعية على مستوى العالم. فاس قبل كانوا يقولوا لها حاكمة العالم، لأنها فاس قبل كانت فيها قوة صناعية وقوة تراثية جديدة. كانت تصنع فيها الأحذية، كانت فيها الصباغين، كانت فيها الحدادين. يعني جميع المهن كانت موجودة فيها فاس. إن شاء الله يا رب ديما يحفظها، وإن شاء الله يا رب يحفظ المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تشتركوا في القناة.